ازيكم؟ خلوني بس ابدا من حاجه كده. انا ما بحبش انزل فيديوهات غير على اليوتيوب، انا ما بحبش انزل على الفيسبوك، يعني انا مش منتشر على الفيسبوك قوي ولا التيك توك. فاللي حصل ان انا اخدت مقطع من التيك توك من الجزء اللي انا بتكلم فيه عن الناس اللي هي بتلعب طبيعي دي المره اللي فاتت، وكالعاده زي ما ايام ما كنت بتكلم على الدره وعلى رامي عادل، ففي فانز كتيره الناس دي مديهم امل في الحياه لانهم بيكدبوا عليهم ان هو فهموا ان هو انت تقدر، انت تعرف، انت مش عارف ايه. يلا ما علينا. في انا شفت مره فيديو حد كان جايب لبن، او كمان هو قال لك لا انزل روح بتاع اللبن قول له عايز اللي هو التشارج اللي بيطلع وهاته اعمل منه واي وكده انت هتعمل فورمه. فما علينا. نزلت على التيك توك، يعني في واحد كاتب لي في كومنت غريب، يعني انت مهما عملت مش هتعرف توصل له، او مش حتى لو خدت سترويد مش هتبقى عامل زيه، يعني مش هتعرف تعمل زيه حتى لو انا خدت سترويد. فهي نقطه كويسه، يعني انا هبقى اخد سترويد واشوف ربنا يسهل. قبل ما نبدا بس اعملوا لي سبسكرايب وحاولوا تشيروا الفيديو يا جماعه، انا فاضل لي شويه واقفل 10000 يعني، فحاولوا تخلوني اقفل 10000. الكرياتين، بصوا انا اتكلمت في الكرياتين كذا مره قبل كده، واتكلمت فيه في ماكس ماسل ايام ما كنت في ماكس ماسل، ايام ما كنت في مصر قصدي، واتكلمت عن منتجات ماكس ماسل لان هي كانت اياميها كانت رخيصه، كانت المنتجات دي رخيصه، وكان الى حد ما يعني الكرياتين مش هنختلف في جودته من شركه للتانيه الا نقاوته طبعا. انا كنت بتكلم عليه وكنت بقول انه كويس. ما اعرفش الاسعار في مصر كام دلوقتي، يا ريت لو حد يكتب لي في الكومنتات الاسعار في مصر، يعني قولوا لي الاسعار كام. حتى حاجات ماكس ماسل انا ما اعرفش هي وصلت كام حاليا. وبالنسبه للمونهايدريت والاتش سي ال، انا بتكلم النهارده على المونهايدريت عشان انا اتكلمت عن المونهايدريت والاتش سي ال في فيديو فات قبل كده، هبسيبه لك. كان مقارنه بين بتوع ماكس ماسل، وبعدين ماكس ماسل بعتت لي حاجات وعملت ريفيو ان الحاجات مش عجباني اساسا، وبطلوا يبعتوا لي حاجه. انا كده ما بعرفش احاور يعني، فمش بصون سبونسر خالص. اللي جد بقى في موضوع الكرياتين ان حد جالي وانا بتمرن او بعد ما خلص التمرين معمول يعني في الجيم، وكان بيشتكي لي ان هو وزنه ما بيزيدش وان هو بياكل كويس وان وزنه ما بيزيدش. وبالنسبه للنقطه دي انت عمرك ما هتعرف انت بتاكل كويس ولا لا، انت مفكر نفسك بتاكل كويس. انا نفسي كنت في فتره كده انا مفكر ان انا باكل كويس، مش معنى ان انا بدخل كميه ما كنتش بدخلها قبل كده، او ان انا ببقى شبعان لما بقوم من اكل في وجبه وجبتين في اليوم فانا باكل كويس. فكلمه باكل كويس دي انت مش تقدر تحكم عليها من نفسك، تمام؟ لازم حد هو اللي يكتب لك اكلك. انا ما بعرفش اكتب اكل لنفسي، ممكن اكتب للناس كلها، ممكن اكتب في اليوم يعني 5 6 برامج اكتر بكتير، في ايام بوصل اكتر بكتير، بس مع ذلك انا ما اعرفش اكتب برنامج لنفسي. فالمهم قلت له زود جرعه الكرياتين، يعني لو عايز وزنك يزيد زود جرعه الكرياتين. نصحته ان هو يزودها، فانا استغربت وبقول لي لا انا مش باخد كرياتين اصلا عشان الكرياتين بيوقع الشعر. فانا استغربت جدا، يعني ايه علاقه الكرياتين بالشعر؟ فسكت لان انا كانت اول مره اسمعها دي، ايه علاقه الكرياتين بالشعر اساسا. فعرضت الموضوع على مدرب تاني معايا قال لي لا مفيش الكلام ده، وهو ما يوقعش الشعر وخلاص، ده كان كلام قديم. فكان في كلام، فانا ما عداش عليا الكلام ده. وبعدين اكتشفت ان في ناس تانية مؤمنه بالموضوع ده، يعني ان الكرياتين فعلا بيوقع الشعر. المهم يعني دورت مصدر الاشاعه دي 10 ابحاث عن الكرياتين، في منهم بحثين كانوا معمولين مش اصلا على موضوع الشعر والكرياتين، هما كانوا معمولين عن الكرياتين. دراسه منهم طلعت قالت ان الكرياتين ممكن ان هو يزود التست، فالتست يتحول لدي اتش تي، فالدي اتش تي ده بيوقع الشعر. الدي اتش تي والتست انا سيبهم لك في فيديو في الاي، انا اتكلمت فيهم بالتفصيل قبل كده عشان تعرف انا بتكلم على ايه، وقلت لك ازاي تحافظ على شعرك حتى لو انت في صيف، تمام؟ فما زال برضو الموضوع غريب، ايه علاقه الكرياتين بالدي اتش تي؟ المهم اللي ظهر بعد كده ان الدراسه دي اصلا كان فيها لخبطه، وان الناس كانوا بياخدوا انواع مكملات مختلفه، فهي جت بالصدفه كده. فطلع الكلام ان ممكن يبقى ليه علاقه بان هو بيزود التست فبيتحول لدي اتش تي فيوقع الشعر فيسبب صلع. فالناس اخدت الكلمه دي عملت عليها فيديوهات واستمر الهبد، فاهمني؟ لحد ما وصل لمعظم الناس تقريبا. في ناس كتير قالت الكرياتين وقع الشعر، الحمد لله ما وصليش الكلام ده غير متاخر. واخر دراسه تقريبا اتعملت في 2023، هبقى سيبها لك في اللينك تحت، هكتب لك اسم الدراسه، ان الكرياتين ملوش اي علاقه بتساقط الشعر، ملوش اي علاقه بالتست، وده اللي منطقي. الكرياتين ملوش اي علاقه بطريقه شغل الهرمونات في الجسم. فماشي، دي اول واحده. تاني واحده شخص تاني انا برضو كنت بنصحه ان هو يزود جرعه الكرياتين، هو كان يسالني على جرعه الكرياتين فقلت له انا بستخدم 10، فطبعا استغرب، لا دي الجرعه 3. فانا استغربت 3 وارجع تاني انا بتكلم عن المونهايدريت مش على اتش سي ال، عشان محدش يقول لي اتش سي ال 2.5، انا اتش سي ال اساسا ما بستخدموش. قلت الكلام ده في الفيديو اللي انا بقول لك عليه، الفرق هسيبه لك تاني. فانا بتكلم عن المونهايدريت. المونهايدريت بالنسبه لي الاقل حاجه 5، برضه 3 ليه؟ فطلع برضه ان في دراسه قالت ان البني ادم محتاج 3 جرام. انهي بني ادم بقى؟ انت واحد بيروح يلعب حديد، فانت بتكسر طول الوقت في المعادله الثانيه بتاعت الجسم، الاي تي بي الثانيه اللي هي بتكسر كرياتين، تطلع طاقه تخليك تقدر ترفع الوزن. فانت طول اليوم بتكسر في كرياتين معظم الوقت، خصوصا انت لو عندك كتله كبيره من العضل هتكسر كرياتين. فانا واحد عمال اكسر كرياتين، ومهما اكلت
من بره، يعني مهما اكل كويس وماشي على دايت مش هجيب حتى ال5 جرام اللي انا باخدهم العاديين. بالاضافه ان انت بتقول لي انا عايز ازيد، انا لازم ارسب الكرياتين ده في العضله. انا ممكن اخد ال5 دول اساسا يتكسروا، لو واحد التمرين بتاع شدته عاليه ممكن يتكسروا في التمرين، لو انا كسرتهم وبعدين انا بكلمك بقى في الزياده فانا لازم ازيد، ده منطقيا. ففي ناس ترجع تقول لك لا الكلى، سيبك دلوقتي من الكلى، المهم خلينا في الجرعه. انا بشوف الريكومندد او ان الجرعه كويسه ال10، انا بستخدم حاليا ال10، بستخدم ال5 بس فترات قليله. 10 ال15 كانت كويسه جدا، في ناس بتاخد 20 وناس بتاخد 25، وزي ما في دراسات بتقول لك 3، في منظمات غذائيه بتقول لك ان ال 25 جرعه امنه بالنسبه للبالغين من الكرياتين. الكرياتين مفيش منه ضرر، وعلشان ان انا استفيد منه بحجم لازم ارسبه في العضله، فانا محتاج ان انا كميه كبيره ليا. ف3 دي لا تصلح يا جماعه، يعني ملوش لازمه، ما تجيبوش اساسا. اقل حاجه 5 ومش لازم تزود. انت بقى لو واحد عايز زياده او لو انت وزنك تقيل فانت لازم تزود، فانت ما تبقاش 100 كيلو وتقول انا هاخد 5 و3. طالما انت في ال90 وال100 كيلو ففي الغالب هتضطر تستخدم فوق ال5. يعني من 90 كيلو ممكن توصل لل10، ال15 زي ما قلت لك كويس. وانا حاليا على 10 زي ما قلت الفيديو اللي فات، انا بستخدم سيلتك وباخد كمان 5 كرياتين، فالسيلتك فيه 5 وباخد 5 قبل التمرين. تيجي بموضوع الكلى يا جماعه، مفيش حالات اتسجلت ان هو جاب حصوه في الكلى، مفيش حالات اتسببت ان هو جاب فشل كلوي زي ما الناس بتعمل. كونك انك انت بتاخد الحاجه وقاعد مستني السايد افكت بتاعها اللي بتسمعه، فدي غلطتك انت. شخص تاني قال لي هات لي كرياتين وجبت له نفس الشركه اللي انا قلت لك بستخدمها الفيديو اللي فات، انا الكرياتين ده كويس ونقاوته كويسه، رغم ان انا بستخدمه. هو اخده اسبوع وبعدين قال لي جنبي بيوجعني، جاله برد في جنبه فالكلى وجعته خلاص، هو كده الكلى وجعته. انت كده الكرياتين ده بيبوظ لي الكلى. شوف ده هتقابله في حاجات ياما، في ناس بتاخد الماده مستنيه السايد افكت بتاعها عشان تبقى كده هي تمام. لو انت من النوع ده ما تاخدش، ريح نفسك وريح مدربك، لان انت هتتعب مدربك، انت ما تاخدش حاجه احسن. بص يعني انا مش عشان ابرر لك الحاجه، بس بالنسبه لمحسنات الاداء، يعني انت بتيجي لواحد مثلا بياخد محسنات اداء فتقول له الكرياتين تقيل على الكلى، الحاجات التانيه دي بتاثر، يعني تقيله على الكلى، تقيله على الكلى فعلا، فاهم؟ فما تجيش انت تقول لي الكرياتين ال5 جرام دول هم اللي هيبوظوا لك الكلى بتاعتك. فالناس بتاخد مسكنات، انت المسكن اللي انت بتاخده للصداع والادويه اللي انت بتاخدها للصداع بتحمل على الكلى اكتر من الكرياتين اللي انت بتاخده. فانت اي دواء بيخش جسمك سواء مضاد حيوي سواء دواء سكر سواء دواء ضغط سواء اي دواء انت بتاخده بيحمل على الكلى اكتر من الكرياتين. فانت ما تجيش تقول لي 5 كرياتين دول هم اللي هيموتوك. فانا مش بتكلم للناس اللي بيجي يقول لي اصل انا عندي كلى واحده وانا مش عارف كان عندي بغسل كلى ومش، انا بتكلم على الناس اللي ما عندهاش مشاكل. نيجي للنقطه اللي بعديها، شخص تاني جه قال لي ان انا رحت لدكتور التغذيه وقالت لي وقف الكرياتين اسبوع وبعدين نرجع استخدمه. شخص غيره في منطقه تانية قال لي ان انا لازم اوقف الكرياتين اسبوعين عشان ارجع استخدمه بعد كده. الكلام ده جاب منين؟ ان العلب هنا عندي لقيتها ان هي مكتوب عليها ان انت تستخدمه شهر وتوقفه اسبوعين. طب هل الكلام ده جاي من مصدر؟ انا ما اعرف، يعني حتى العلب اللي انا بشتريها من بره، معظم المكملات انا بشحنها من بره، مش مكتوب عليها حاجه، واحنا في مصر عندنا مش مكتوب عليها حاجه، يعني حتى في دبي مش بيبقى مكتوب عليها الكلام ده. يعني دبي حتى مش مكتوب فيها ان انت تقطع الكرياتين اسبوعين. الكرياتين ماده ترسبيه، فانت علشان تستفيد بيه لازم ترسبه في جسمك، فانت جسمك لازم على اللونج تيرم يتعبى كرياتين. الكرياتين مثلا في خلال 6 شهور هتلاقي كيلو او كيلو ونص زياده عضليه، وبتبقى الياف صافي وعضل صافي. فزياده الكرياتين اللي بيزيدوا في الجسم احسن من اي حاجه تانية، احسن من الواي واحسن من الاحماض الامينيه. فعشان كده دايما انا شايف ان الكرياتين مهم، وعشان كده بقول لك لما بعلي الجرعه فانا برسبه في الجسم عشان انا عايز زياده عضل صافي. ومحدش يستقل بالكيلو والكيلو ونص ده، كيلو ونص ده الناس بتقعد فيه سنه، يعني بعد ما انت بتبقى خلاص انت مستواك عالي في ناس ممكن تقعد سنه بتحاول تزود كيلو ونص عضل، ماشي بقى، بس هي مش الدرجات، يعني احنا بنحاول نحط اكتر من كده. زي ما كلمك كيلو ونص عضل ده برضو يعتبر كويس، يعني مش حاجه قليله. بس محدش يروح ياخد نص العلبه ويشربها. انا قلت لك 15 20 25 وال15 كويس، يعني انا شايف انسب جرعه 15 حلوه جدا. اما بالنسبه للدكتوره اللي قالت له اسبوع، طب انا قلت له اسالها يعني على انهي اساس. يا جماعه انا قلت الكلام ده وكررته كتير، مفيش دكاتره تغذيه يا جماعه، مفيش حاجه اسمها دكتور تغذيه، مفيش دكتور في طب بياخد الكرياتين والواي والمكملات الغذائيه وان انت تديله واحده زبادي وخيار قبل ما ينام. مفيش يا جماعه، يعني مفيش حد هيضيع رساله دكتوراه في ان هو ياخد زبادي وخيار قبل ما ينام. ما توجعوش دماغكم باي كلام بيتقال عشان ما حدش يجي يقول لي ده كلام دكاتره. مفيش تخصص اصلا من طب عشان تقول لي تسمي نفسه دكتور، مفيش. هي بتبقى كورسات تغذيه كلها اللي بياخدها المدرب بياخدها الدكتور، بس ما تعرفش ليه هم ماشيين بتوع التغذيه على ريتم ان لازم خيار وزبادي بالليل والصبح مش عارف عيش توست وبيض. فهي بتبقى ورقه زياده وزن وورقه تخسيس. والمكملات احنا بنفتي فيها بالبركه كده تمام، وبقيه الحاجات التانية كلها وحشه ما تاخدهاش عشان بتاذي الجسم. شوف اعلق لكم ورا يافطه ان انا بقيت دكتور تغذيه كده. لو وصلت معايا لهنا يا ريت تعمل لي سبسكرايب، خش على التيك توك اتخانق معايا، يعني انا هحاول انزل بعد كده على التيك توك عشان تتخانق معايا براحتك، واعمل لي لايك على الفيس وفولو على الانستجرام.